يحكى أن رجلا كان يبيع الحليب خالصا نقيا بلا غش ولا خداع، حتى اشتهر بين الناس بصدقه وأمانته، فكانوا يشترون منه مطمئنين لا يساورهم شك. لكن الشيطان وسوس له يوما فقال في نفسه: لو مزجت الحليب بقليل من الماء فلن يكتشف أحد وسأربح أكثر. فاستجاب لوسوسته وغش الحليب وباعه للناس وربح أضعاف ما كان يربح. ظل قلبه مطمئنا فالناس لا يشكون فيه. وفي طريق عودته جلس ليستريح تحت شجرة على ضفاف نهر، ووضع كيس النقود بجانبه. وفجأة قفز قرد من بين الأشجار وخطف الكيس وصعد به إلى الأعلى، ثم بدأ يعبث بالنقود، يلقي بعضها في النهر ويسقط بعضها على الأرض، والرجل مذهول ينظر كيف يتناثر ماله هباء. فأدرك حينها أن ما ناله لم يكن إلا جزاء غشه، وأن الرزق الذي يبنى على الخداع لا يدوم ولا يبارك فيه. الرزق لا يزداد بالغش بل يمحقه الله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، واغننا بحلالك عن حرامك.